وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أهلا 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 بعز الحبايب. بشوط أول متواضع جدا فنيا وشوط تاني متطور جدا فنيا، بيفوز المارد الأحمر على الإنتاج الحربي ويقتنص منه 3 نقاط مهمين جدا يرجع بيهم صدارة الدوري ونغمة الانتصارات. حسام البدري بدأ الماتش بطريقة 4-2-3-1، شريف إكرامي حارس مرمى، نجم ماتش مصر وغانا الأول باك يمين، سعد سمير ونجم ماتش مصر وغانا التاني قلبين دفاع، علي معلول باك شمال، قدامهم 2 هاف ديفندر حسام عاشور وعمرو السولية، قدامهم عبد الله السعيد على يمينه ومايل للعمق وليد سليمان، وعلى شماله ومايل للعمق برضه جونيور أجاي، وهم التلاتة بيتبادلوا مراكزهم، وقدامهم راس حربة وحيد عمرو جمال. كابتن شوقي غريب نزل الماتش بتشكيل دفاعي بحت، وكان بادئ ب5 مدافعين، باكين على الأطراف و2 مساكين وليبرو بيلم وراهم، نازل بمبدأ أنا مش ههاجم، أنا هدافع وهطلع بالماتش ده تعادل، وفعلا نجح بنسبة كبيرة جدا إنه ينفذ فكره في الشوط الأول. كان من أهم أسباب نجاح خطة كابتن شوقي غريب في الشوط الأول هو إن أغلب محاولات الأهلي الهجومية كانت فردية بحتة في وسط زحمة دفاع الإنتاج. شوطة مثلا من عبد الله السعيد، عرضية من الجوكر جوه 18 الإنتاج مع استقبال برعونة من أجاي وعمرو اللي بيلعبوا في نفس الوقت مع بعض، هجمة عنترية من لاعبتنا زي اللي عملها سعد سمير. بس مهما كانت مهارات لعيبة الأهلي الفردية إلا إن دائما وأبدا الكترة بتغلب الشجاعة. استمر الشوط الأول بالهجمات العنترية المتسرعة الفردية وفضلت السيطرة سلبية. الشوط التاني بقى الحكاية اتغيرت تماما، تقريبا كابتن حسام البدري شد اللعيبة ما بين الشوطين. ابتدى الشوط التاني بأن لعيبة الأهلي مستمرة في الاستحواذ والضغط من أول 18 الإنتاج، مما ينتج عنه تغليط لاعبي الإنتاج وفقدانهم للكرة بكل سهولة. دي حاجة. الحاجة التانية هي مقابلة الدفاع الكثيف ده بهجوم كثيف برضو. ازاي؟ يعني لعيبة الأهلي كلها تحديدا ومن أول عمرو السولية خصوصا لغاية عمرو جمال كانوا بيهجموا ككتلة واحدة على دفاعات الإنتاج بجماعية وجمل زي اللي كنا بنشوفها في أول 5 ماتشات من الدوري الجديد ده. فأصبح إن مفيش تفوق عددي عند الإنتاج في الدفاع، واللي يثبت كلامي ده الجول الأول بتاعنا. لولا الاندفاع الهجومي ككتلة واحدة من لاعبتنا ومع وجود الكثافة العددية لدفاع الإنتاج كان من المستحيل إن احنا نحصل على السكند بول في المكان القاتل ده ويجي منه الجول عن طريق أجاي. صدق اللي قال لا يفل الحديد إلا الحديد. إيه اللغة العربية اللي أنا فيها دي؟ بعد جولنا الأول ده بانت كل ثغرات دفاع الإنتاج وبدأوا يفتحوا خطوطهم تدريجيا في نفس الوقت اللي لاعبتنا كانت بتعلى فيه جدا فنيا وبنشوف كورة شكلها حلو. كان من الطبيعي جدا بعد التفاوت في الأداء بين الفرقتين دوت إن الأهلي يجيب جول تاني، وبالفعل ده حصل عن طريق جملة عبارة عن تحفة فنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بتبدأ من عند الحاوي اللي عمل ثرو باص يتدرس بالمقاس في المساحة اللي في ظهر المدافعين، وبعدين انطلاقة الجوكر أحمد فتحي من ناحية اليمين وذكاء جونيور أجاي اللي وسع له وساب له الكرة علشان يشيل شبهة التسلل من الهجمة خالص، ووقفة أحمد فتحي دي لما لقى زاوية التسديد مقفولة واختياره الأمثل بأنه يباصي للفاضي تماما كريم ندفد اللي للأسف كان هيبوظ التحفة الفنية دي بتوقيفه للكرة. يا ندفد الكرة دي ما بتوقفش، الكرة دي بالشكل ده في المكان ده بتتشاط على طول فيرست تايم. بس الحمد لله ربنا ستر وعبد الله السعيد لم الموقف قبل ما يبوظ واطلق قذيفة من رجله هي عارفة مكانها فين في الشبكة بالظبط، وبقينا 2-0. النتيجة اتغيرت تماما ودفاع الانتاج اتخرم تماما برضو، وكنا نقدر بكل سهولة ان احنا نزود الغلة، بس للأسف مؤمن نزل يمارس هوايته المفضلة تضييع الهجمات. اللياقة البدنية وقعت تماما من فريق الانتاج الحربي وما قدروش يجاروا لعيبة الأهلي في الجري أو الضغط، فده زود أو بمعنى أصح سهل استحواذ لاعبتنا وسهل برضو عملية الضغط اللي كانوا بيعملوها على الانتاج. وكان لازم في الوقت ده نجيب أهداف تانية. لازم كابتن حسام البدري يفهم اللعيبة إنهم ما يشبعوش جوال. جبنا الأول نجيب التاني، لو قادرين نجيب التالت والرابع وهكذا. نبص شوية للفرقة الأوروبية الكبيرة لما بيلاقوا فرصة إن هم يعملوا نتيجة بسكور ما بيضيعوهاش، بينتهزوها وبيستغلوها أحسن استغلال. النقطة دي أنا بعتبرها النهاردة سلبية كبيرة في أدائنا. السلبية التانية هي موضوع الكور الثابتة.
احنا جالنا حوالي 5 فاولات على حدود المنطقة وحوالين المنطقة، وبوجود الكم دوت من المهاجمين المفروض ان احنا كنا نشكل خطورة بيهم، وده ما حصلش طبعا. كل الكور يا اما في الحيطة يا اما في زاوية الجول يا اما عرضية وحشة جدا ملهاش معنى. وحتى الركنيات اللي احنا اتميزنا بيها في اخر الموسم اللي فات وفي اول الموسم ده بقت بتتنفذ وحش برضه. ليه الاستهتار والاستسهال في الركنيات يا جماعة؟ ليه مفيش تركيز يا معلول انت والسعيد؟ ليه الكور الثابتة مش مظبوطة في العموم؟ ندخل بقى على الايجابيات. احنا ممكن نلخص ايجابيات الماتش ده كله في اسم واحد بس، جونيور اجاي. قلنا قبل كده الراجل ده مش مهاجم صريح، والحمد لله النهارده كلامنا اثبت ان هو صح لما كابتن حسام بدأ بيه تحت المهاجم وعلى الطرف. نور جدا في المكان ده وبانت موهبته بتحركاته وجمله مع زمايله، وبالتحديد مع عمرو جمال اللي هو المهاجم الاول نفسه. ولما دخل مكان عمرو جمال بعد ما خرج بهت شويه ونوره بدأ يضيع. جونيور اجاي يا جماعه لاعب حر بيحب يتحرك ويشتغل من تحت المهاجم علشان تشوف انتاجه. الله ينور عليك يا جونيور النهارده وعلى مستواك، والله ينور عليك يا كابتن حسام ان انت بدأت بجونيور في المكان بتاعه. لو عجبتكم الحلقه يا ريت ما تنسوش اللايك والشير في الخير علشان توصل لاكبر عدد من الناس، وسبسكرايب في القناه لو انت جديد علشان تشوف كل حاجه اول باول، ولايك لصفحه البرنامج على الفيسبوك. ولو عايز تضيفني شخصيا على اي سوشيال ميديا هتلاقي كل اكونتاتي الشخصيه في صندوق الوصف تحت، بس بالتحديد الفيسبوك.
لان انا ان شاء الله باذن الله بفكر ان انا اعمل في كل اسبوع بث مباشر نتكلم فيه انا وانتم عن اي حاجة، عن الماتشات، عن حياتي الشخصية، عنكم، ايا كان. لو عايزين ضيفوني. بس كده. كان معاكم هيما تيوب. سلام. واوعوا تنسوا انشروا الايجابية.